السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين، أحلى مشاهدين معايا في الدنيا. النهاردة هنعمل مع بعض حلة محشي، إنما إيه، تحفة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله على المحشي بتاعنا، محشي كرنب وفلفل. ومعانا بقى النهاردة ملك الحلقة اللي هو الأساسي معانا النهاردة، الفراخ أهي، الفراخ البانيه، الفرخه الكامله او الوجبه الكامله اللي احنا بنشتريها اهي، اللي هي الوجبه الكامله بتاع الشركات. هنعملها مع بعض بطريقه سهله جدا 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 وتحفه جدا جدا جدا. يلا نشوف مع بعض. اهم حاجه عندي اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. تابعوا معايا الفيديو للاخر وشوفوا بقى معايا هنعمل الفراخ المقرمشه الخطيره جدا جدا دي ازاي. كده هنخش مع بعض على المقادير بتاعتنا. المقادير بتاعتنا ايه؟ طبعا احنا عملنا مع بعض قبل كده خلطة المحشي بدل المرة كم مرة، وبرضه هسيبها لكم في صندوق الوصف اهي. هسيب لكم اللينك بتاع حلقة المحاشي واوريكم ازاي احنا عملنا مع بعض خلطة المحشي دي قبل كده كم مرة، بس عشان الوقت مرضتش ايه اعملها معاكم المرة دي. معايا ورق الكرنب بتاعي اهو. طبعا احنا عملنا مع بعض قبل كده محشي السلق ومحشي ورق العنب، فالنهارده هنغير بقى ونعمل محشي ايه، محشي كرنب. تمام. طبعا ايه، شويه الفلفل دول لزوم ايه التحليه كده في وسط المحشي هنعملهم. معايا بقى سر الخلطه النهارده والسر في الفراخ البانيه. هنعمل مع بعض مع المحشي، احنا عملنا بط وعملنا لحمه مع المحشي قبل كده. هنعمل النهارده ايه، هنعمل النهارده فراخ بانيه. الفراخ اللي هي بتاعت الشركات اللي احنا بنشتريها، اللي هي كيس الوجبة، لا احنا هنعمله في البيت. هنعمل الوجبة في البيت وهوريكم بتتعمل ازاي اهي. احنا غاسلين فرخة كبيرة حلوة قوي قوي بالمنظر ده كده، وهنشوف السر في قرمشة الفراخ وطعامتها، وان ولادنا بيحبوها جدا 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 بدل ما نشتريها. هنشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا طبعا الفلفل الاسود والقرفه، ورق اللورا، الحبهان، الطماطم، الجزر، البصل. ده اللي احنا هنحتاجه للفراخ بتاعتنا عشان هنديها سلقه صغيره كده. يلا نخش مع بعض على البوتاجاز ونشوف هنعمل اول خطوه ايه. هنا معايا اهي الميه بتغلي. الفراخ بتاعه الكريسب دي اللي احنا هنعملها بالفيجيتار، مش هنلوحها ولا هنعمل لها اي حاجه ازيد من الميه بتغلي، وانزل فيها بالفلفل واللورا والقرفه والحبهان، الطماطم بتاعتي والبصل والجزر اهو، كله يغلي مع بعضه علشان انا عايزه اديها السلقه بتاعتها عشان اقدر اتحكم فيها بالفيجيتار وانا بحمرها. بعد ما حطينا الحاجه بتاعتنا دي كلها، ننزل بقى بالفراخ بتاعتي اهي اللي انا غسلاها كويس جدا ومقطعاها بالشكل ده كده اهي. وقد ايه اولادنا بيحبوها، واكيد طبعا مفيش طفل ما بيحبش الفراخ البانيه او الوجبه بدل ما نشتريها من بره. هنعملها وطعمها مع المحشي تحفه بصراحه يا جماعه، لذيذه جدا جدا اهو. دي كده حطينا الفراخ بتاعتنا اهي، مجرد ان هي تغلي غلوتين تلاتة كده وتبتدي تاخد وتدي وتنشف من الدم بتاعها كويس جدا، هنقوم رايحين شايلينها ايه وهي نص سوا من على البوتاجاز. يلا نشوف هنعمل ايه بعد كده. يلا يا جماعه كده بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. احنا بعد ما ولعنا على الفراخ، على ما الفراخ بتاعتي تاخد نص السوا بتاعها، هنعمل ايه بقى. طبعا احنا جهزنا الحله بتاعتنا اهي. حطيت الفرشه بتاعتي اللي بتبقى اهي تحت المحشي، عباره عن فلفل اخضر وبصل اخضر. يا سلام بقى لو عندك بصله خضراء تقطعها في ارضيه الحله كده، بتخلي ريحه المحشي ما اقولكوش تحفه. تمام اهو. وهنعمل ايه، نجهز كده على المحشي بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس. عايزه كده التفاعلات بتاعتكم اهو. المحشي بتاعنا بسم الله ما شاء الله، عاملين شويه خلطه تحفه. شايفين
صابع المحشي ملوش حل. وبدل ما تعمليه بايدك، لا بالمعلقه. بالمعلقه اهي جميل جدا اهو، ولا عك ايدي ولا اي حاجه خالص اهو. واقفل الصابع المحشي كده، بسم الله ما شاء الله، حاجه تحفه يا جماعه. الريحه بقى ما اقولكوش، لان انتوا عارفين احنا عاملين مع بعض قبل كده خلطه المحشي ده، وشوفنا احنا عملناها مع بعض ازاي. السر في شويه المحشي دول والريحه بتاعتهم قلتلكوا. واحنا بنعمل البصله بنيجي على ايه؟ حبه بقدونس وكزبره، ونقوم رايحين بفص توم حاطينهم مع البصله وهي بتتحمر. الصراحه يا جماعه بيخلوا ريحه المحشي حاجه ملهاش حل. تمام اهو. نعمل المحشي بتاعنا كده. جو برد بقى وعايزين حاجه تشجع النهارده في البرد ده، فقلنا نعمل ايه؟ شويه المحشي دول جنبهم بقى الفراخ. ما تنسوش تفعيل الجرس. بس انا عشان ايه مطولش عليكم اكمل المحشي بتاعي وارجع لكم تاني بعد ما اخلص لف المحشي. بقى احنا طلعنا ايه؟ طلعنا الفراخ بتاعتنا اللي خدت عباره عن انها خدت صدمه بس في الميه السخنه، وطلعتها. طلعتها ايه؟ طلعتها زي ما انتوا شايفين كده، يعني القطعه دي كده اهي اهي. الفراخ واخده صدمه، انما هي ناشفه زي ما هي. انا يا دوب بس نشفتها من الدم. علشان ايه؟ طبعا يا جماعه الفراخ بتتعمل في الشركات مش كده خالص، ما بيسلقوهاش. بس انا اللي حابه اسلقها لان الفرخه بتاعتي ايه؟ كانت جامده شويه، كبيره شويه، فحبيت اديها ايه؟ الصدمه في الميه السخنه، وتطيع ريحه الزفاره وتخليها حلوه قوي 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 بصراحه. طبعا قبل ما بنحطها في الميه بتاعتها بنبقى نقعينها في ميه وملح وسكر وخل. بعد ما بتنقعيها في الميه وملح وسكر وخل بنطلعها ونحطها في الميه اللي بتغلي، اللي احنا حاطين فيها الطماطم والجزر والبصل واللورة والحبهان والفلفل الاسود. وبعد ما خدت صدمه بس في الميه، انها مجرد انها تنشف من دمها، طلعناها بالشكل ده كده. اول حاجه هنعملها بقى عشان نخش على الفراخ الكريسبي اللي بجد بجد بجد. تمام. اول حاجه هنعملها الخلاط بتاعنا اهو، نجهزه وننزل فيه بزبدايه، او لو عندك كوبايه لبن برضو مفيش مشكله اهي. هننزل فيها اهي بالزبدايه، نسلكها كده بالزبدايه دي كده اهي. ولو كوبايه لبن برضو مفيش اي مشكله. ننزل فيها بمعلقه خل اهي، معلقه خل تفتح المسام كده بتاع الفراخ، وبيضتين اهم. استنى عشان وقع مني شويه صغيره. بيضتين بتوعي. واعمل ايه؟ بصوا بقى معايا التكه وجمالها. البهارات معايا عباره عن ايه؟ التوابل بتاعتي عباره عن توم بودر وبصل بودر، كركم وكاري، ودي معلقه صغيره كربوناتو من بتاع الطعميه. لو مفيش عندك كربوناتو ممكن معلقه خل عادي، معلقه صغيره فلفل ابيض، معلقه بابريكا، معايا الجنزبيل والثوم البودر والبصل البودر يا جماعه. والجنزبيل هما سر الفراخ دي وقرمشتها. معايا فلفل اسود ومعلقه صغيره قرفه. التوابل دي بتدي طعم ملوش حل مع الفراخ. هننزل بيها كلها في قلب الخلاط اهي. ننزل بمعلقه كبيره ملح كمان اهي، معلقه ملح لان طبعا احنا ما حطينالهاش ملح لسه، ومعلقتين كبار دقيق عشان يمسك الخليط بتاعي الجميل ده كده. واروح بقى ايه مدوره عليه الخلاط كده اهو. على ما هو يخلص اكون انا عملت ايه؟ شايفين يا جماعه الفراخ بتاعتي دي؟ الفراخ بتاعتي دي اعمل فيها ايه؟ انزل عليها برشه كركم كده، انزل عليها برشه الكركم دي كده.
طبعا الفراخ بتاعتي انا مصفيها حلو جدا اهي، ما شاء الله على الجمال. هنعمل ايه بقى؟ ناخد الخلطة بتاعتنا الجميلة دي. الله على الريحة بتاعت التتبيلة بتاعتي، شايفين؟ وريحتها جميلة قوي يا جماعة، تحفة بصراحة. ايه اللي هنعمله بقى بعد كده؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيجرى؟ يلا نشوف ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيجرى مع التتبيلة الجميلة بتاعتنا دي. هنعمل ايه؟ هناخد الفراخ بتاعتي اللي انا اديتها السلقة الصغيرة خالص خالص دي، واطلعها كده اغمسها في قلب المحلول بتاع اللي انا عملته ده، واطلعها كده، وهكذا اهو. ايه اللي انا هعمله بقى بعد كده؟ اهو يا ما شاء الله يا ما شاء الله. نخلصها كده ونرجع لبعض تاني. بعد ما خلصنا اهو الفراخ بتاعتنا، هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه في التتبيله الجميله دي؟ طبعا مش هنستغنى عنها، هنرجع لها تاني. هنيجي هنا في قلب الدقيق، شايفين؟ واروح عامله كده الفراخ بتاعتنا الجميله دي اهي، اروح جايباها في الدقيق واعمل كده خالص، اغطيها كلها اهو بالدقيق بالشكل الجميل ده كده. واعمل ايه بقى بعد كده؟ انزل على التتبيله بتاعتي تاني اللي انا عاملاها اهي، وارجع في الدقيق تاني كده. بصراحه جربوا الفراخ دي كده وشوفوا الطعم والجمال هيبقى عامل ازاي اهي. مش عايزه تديها السلقه اللي انا اديتها لها براحتك، بس انا بحب اديها السلقه ليه؟ عشان انا اما انزل فيها في الزيت وتتحمر تبقى ناشفه قوي قوي يا جماعه اهي. يعني موضوع السلقه دي انا ضايفاها من عندي، لان هو الصح بتاعها ان هي بتتنقع في المحلول بتاعها اللي هو عباره عن ملح وسكر وخل، تنقع ساعه او نص ساعه ويتعمل فيها المراحل اللي انا بعملها دي كلها. بس انا بصراحه بحب اديها السلقه دي، اضفتها من عندي ليه؟ عشان تنشف كويس جدا اهي، ما شاء الله هو ده المطلوب اهو. اكمل اهو، اكمل في الدقيق اتقسمت مني مش مشكله اهي. احطها في قلب الخلطه بتاعتي بالشكل ده كده اهي. الله على الخلطه دي جميله قوي وريحتها تحفه، تخلي الفراخ دي ايه بقى، ما اقولكوش على الطعم. انا هخلصهم، خلص الفرخه بتاعتي على السريع كده عشان نرجع للمحشي بتاعنا ونسيبها اهي، وارجع لكم تاني اما اخلصها بسرعه بسرعه. يا جماعه خلصنا الفراخ بتاعتنا اهي، شايفين اهي؟ شايفين العرضيه بتاعت الورك بقت قد ايه وعامله ازاي اهو. ايه اللي احنا هنعمله بقى دلوقتي؟ كل اللي انا هعمله ان انا هدخل دي الفريزر على ما اخلص حاشي، لان طبعا احنا قمنا كملناش بقيه المحشي. قول حركه ربع ساعه ادخلها تشد بس كده معايا في الفريزر، قيمه ايه؟ ربع ساعه على ما اخلص المحشي. علشان ايه؟ علشان الحاجه اللي انا عملتها بها دي تمسك عليها في الفريزر كده، واطلعها احمرها تبقى جميله جدا جدا معايا. يلا ندخلها الفريزر ونكمل المحشي بتاعنا ونرجع لبعض تاني. يلا بقى يا جماعه نبص بص على المحشي بتاعنا كده اهو، بسم الله ما شاء الله. المحشي بتاعنا اهو بيتردد اهو كده. هنعمل ايه بقى؟ هنهدي عليه النار خالص كده، خلاص هو شرب الميه بتاعته، هنهدي عليه يتردد. وعلى ما يتردد بقى يكون احنا عملنا ايه؟ يكون احنا حمرنا الفراخ بتاعتنا. هنطلعها من الفريزر بقى ايه، ونخش على الفراخ الجميله اهو. شايفين الفراخ بتاعتنا ايه؟ طلعناها من الفريزر، ما شاء الله عليها يا جماعه، شايفين
الفراخ طالعه من الفريزر بسم الله ما شاء الله، اقسم بالله احلى من الفراخ اللي بنشتريها الجاهزه كمان. فرخه عامله منها احلى 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 شغل بصراحه، حكايه. يلا بقى نخش على البوتاجاز، نولع نحمر الفراخ بتاعتنا عمال المحشي بتاعنا يتردد ونجهز غدا النهارده. يلا بصوا بقى يا جماعه انا عملت ايه. انا جبت حله صغيره خالص عندي علشان هي غويطه وهتاخد زيت كتير، لان الفراخ دي عايزه زيت كتير. طبعا لو عملت في مقلايه مش هتتغمس في الزيت قوي، فانا عايزاها تتغمس في الزيت قوي. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هننزل في الزيت بتاعنا اهو بعد ما قدح قوي بالشكل ده كده اهو. لازما الزيت يبقى ايه؟ يبقى هي متغطسه في قلبه بالشكل ده كده، شايفين؟ لازم تكون متغطسه في الزيت قوي. فعشان كده حطيت ايه؟ حله صغيره خالص عندي علشان تاخد زيت كتير. مش عايزاكم بقى تنسوا اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس، واتمنى الفيديو النهارده يعجبكم. يلا نحمر الفراخ بتاعتنا ونطلعها، نرجع لبعض كده. ايه يا ما شاء الله يا ما شاء الله، فراخ بسم الله ما شاء الله عليها في التحمير اهي، شايفين؟ طبعا الصدمه اللي انا اديتها لها يا جماعه مخلياني مبسوطه قوي 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 كده وانا بحمرها. ليه؟ الصدمه اللي انا اديتها لها على البوتاجاز هتخلي العظم بتاعي من جوه ناشف، ما يبقاش فيه دم ولا اي حاجه. احمر الفراخ واطلعها وارجع لكم تاني كده يا جماعه. الفراخ بتاعتنا بصراحه ما حبيتش اطلعها الا لما نطلعها سوا واوريكم الشكل بتاعها عامل ازاي. شايفين؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله على الجمال اهي، كريسبي كريسبي يعني، ولا فيجيتار. وطبعا الفراخ كلها قيمه غذائيه ما اقولكوش، بسم الله ما شاء الله اهي، شايفين؟ اهي مش دي فراخ الوجبه يا جماعه؟ مش هي دي اللي احنا بنشتريها اهي. ننزل بالدور الثاني ومعدتش اهو. عامله الفراخ بصراحه لاولاد الا كده، لان هما حابينها جدا، فبدل ما بنشتريها من بره. طب وليه؟ اهي غطسها في الزيت كده، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله على الفراخ بتاعتنا اهي. اخلص بقى الفراخ بتاعتي كلها وارجع لكم تاني بعد ما نخلصها. يلا يا حبايبي بقى كده ايه معانا اهو الفراخ بتاعتنا البناه كده خلاص خلصناها. شايفين الفراخ عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اهي. شايفين الفراخ بتاعتنا عامله ازاي يا جماعه؟ بصوا كده فراخ بسم الله ما شاء الله اهي، تشوفوها تقولوا ده هي فعلا احلى من بني الشركات كمان، وعاملاها ببيتك لاولادك. ما ننساش بقى اللايك والاشتراك معايا في القناه، تفعيل الجرس. كل اللي انا طالباه منكم دلوقتي تقولوا له رايكم في التعليقات، واي حد له اي تعليق يقول لي. يلا نقلب مع بعض بقى المحشي اهو. انا بقى اما باجي اقدم المحشي بتاعنا ما بقدموش في اطباق، انا بحب اقلب الحله كده وايه ونقول يا وعدي يا وعدي على المحشي بتاعنا اهو. المحشي بتاعنا اهو يا جماعه، هنقلبه بالشكل ده كده، نقلب مع بعض. ايوه بسم الله ما شاء الله. يلا يا جماعه كده ايه نشوف المحشي بتاعنا ده وجماله وحركاته وتكاته. بسم الله ما شاء الله، شويه محشي ايه عسل. ايه الحلاوه والجمال والابداع ده؟ شايفين بقى المحشي بتاعنا الحله بتاعتنا اهي اهي قلبناها يلا لاخر صابع، شايفين اهي.
نقلبها كلها كده. الله على الريحه ما اقولكوش. شوف بقى المحشي اللي احنا في النص اهو، محشي الفلفل اهو. بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال ده يا ولاد؟ يا سلام يا سلام يا سلام على الاكل الجنان. الله الله. ما ننساش بقى اللايك والاشتراك. ايه الجمال والحلاوه والعظمه دي. كده اهو المحشي بتاعنا. الف الف هنا اهو. الف الف هنا يا جماعه اهو. بسم الله ما شاء الله على الجمال. يلا يا جماعه اهو، اتفضلوا بقى اتغدوا معانا. اتمنى الفيديو النهارده يكون عجبكم اهو. الفراخ بتاعتنا اهي، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.